من الحوايج اللي كيعجبني نصايبهم هي هاد الحريشه بالزعتره والفرماج والزيتون. بالنسبه للفرماج اي نوعيه، ولكن كتجي احسن كتجي بالفرماج ديال الشيفر. كل حد والذوق ديالو. ندوزو للطريقه. كما كتشوفوا هنايا عندي السميد الناعم، عندي تقريبا 6 كيلو 500 غرام، ودرت معلقه ديال السنيده ومعلقه ديال الخميره ديال الفوريه تاع العجين، وغادي ندير الملحه معلقه صغيره، وكتبقى الملحه على حسب الذوق. انا غادي نخلط دوك النواشف مزيان تيتجانس مع بعضو. كما غيبان لكم الطريقه راها سهله وكتجي بنينه. صافي من بعد ما خلطتهم غادي نجيب خميره وزن 8 غرام حتى هي، وغادي نعاود نبسبس بيديا مزيان حتى تدخل ديك الخميره، ونجيب ربع كاس الزيت النباتيه ونعاود نبسبس. حنا كنحركو غير بصبيعاتنا، ما كنديروش يدين، ما كنعجنوش بحال العجينه، غير كنبسبسو بصبيعات ديالنا بحال هاد الطريقه هادي. كما كتشوفوا نفس الكاس باش درت الزيت هو اللي غادي ندير به الماء، غير من الروبيني. الكاس الاول على على حسب الكميه اللي درتو الماء. غادي نزيد كاس الثاني، نبقى نبسبس غير بصبيعاتي كما كتشوفوا. باقي خصها الماء، غادي نزيد الكاس الثالث، والماء غير من الروبيني كي قلت لكم البنات. نزيد الكاس الثالث هو هذا كما يبان لكم. كدير بحال هكا كنشوف واش باقي خصها الماء ولا لا. شتي كي كيجي القوام ديالها بهذا الشكل هذا. صافي كتبسطوها بصبيعاتكم بحال هكا. كنخليها ترتاح واحد المده اللي هي 5 دقائق 6 دقائق حتى تشرب، تتحاجيوها كتلقاوها نشفات من داك الميمان. كتاخذوا الفرماج اللي بغيتو وكديروا الزيتون مهاشي اسود، كتاخذوا الزيتون وكتحيدوا ليه العظم وكتقطعوا قطع صغيره. وعندي زعتره كما غيبان لكم رشيشه. غادي نحاول ندير الحشوه في الوسط ونهز ديك العجين ديالي وندلكها بحال هكا، نجمعها وندير على شكل كريه ونحطها في السميد. بالنسبه للسميد انا حطيتها غير عاديه، اللي كيبغي فاش كتكونوا كتبسبسوها بالزيت كتاخذوا واحد الكميه وكتخدموا بها. انا كنفضل ندير هاد الطريقه هذه، كتجيني عمليه واسهل. واللي عندها دوك ليمول ديال الحرشه ممكن دير ولا دير الغطايه ديال نوتيلا ولا دير شي كوفيتير، شي حاجه اللي غارقه شويه. انا كندير عيني ميزاني غير بيديا وكيخرج ليا الحجم اللي بغيت. المهم نستمر بهذه الطريقه. درت شاركت معكم الاولى ونعاد نشارك معكم الثانيه. ومن الاحسن ما ديرهمش غلاض البنات، فاش كديرهم غلاض كيكون صعيب فيهم في الطياب. من الاحسن تكون بين وبين، ما رقيقاش وما غليظاش، تكون في الميه. كتاخذوا عاوتاني السميد ديالكم تبسطوها من الوسط وديروا الفرماج وديروا الزيتون الاسود والزعتره او الزعتر. كتجي بنينه. وضروري فاش تكونوا تتقادوا هاد الحريشه ديالكم ذوقوها باش تعرفوا واش الملحه هي هذيك، باش ما تجيكمش الحرشه تاعكم مسوسه. صافي كتاخذوا المقدار اللي بغيتو وكتكملوا. ممكن ديروا نص تاع الحشوه بالفرماج والزعتره والنص الاخر بالزعتره والفرماج، يعني لعبوا بالحشوه اللي بغيتو، اللي تياكلوا وليداتكم ولا نتوما شنو كيعجبكم. المهم هاد الطريقه هذه راها رائعه جدا. راني حطيتها في التيك توك، جبت لي واحد النسبه ديال المشاهده كبيره وكلشي شكرها ليا، زوينه بزاف. المهم قلت علاش لا منزلهاش في اليوتيوب، علاش كتجي بنينه. دابا غادي نقاد الكميه ونخليها ترتاح. هنا من بعد ما صايبت كلشي ديجا شعلت على المقله. كتشعلوا على لا فيه مهيله، ما كتجهدوش عليها. كترشوا السميد الناعم بهذه الطريقه هذه وكتنزلوا الحريشه ديالكم بهذه الطريقه.
صافي كتحطوهم كميه كامله. انا عندي هاد المقله كبيره، غادي ننزل الكميه لا باس بها، وانتم على حسب المقلات اللي عندكم. ومن الاحسن ما تجهدوش ليهم البوطه، خليو البوطه على المهل، ماشي على المهل كاع، المهم. وكم كتعرفوا كتجيب بنينه الحرشه، يا اما في الفطور ولا في الكوتي. صراحه كيجيو خفافين وزوينين. وديك الزعتره كتعطي واحد البنه زوينه. واللي عندها الفرماج اللي فيه داك الاعشاب حتى هما تستعملوا، حتى هو كيجي رائع مع الزيتون. واللي عندها طابونارد حتى هي ممكن ديرها، الزيتون الخضر مطحون ولا الزيتون الاسود مطحون. المهم الحشوه كتبقى اختياريه. هنا كتاخدي واحد سباتول وكتبسطي السطح ديال الوجه ديال الحرشه ديالك، باش ما تديش لك دوك الفقاعات، ما تخليش لك الحرشه ديالك فيها دوك الفقاعات من الاحسن. صافي كتبداو تقلبوهم غير شويه بشويه حتى تشوفوا واش طابت ولا لا. انا نستمر بهذه الطريقه هذه، ونوبه نطل حيتاش عندي بالبلاصه كطيب مزيان وبلاصه لا، وردوا البال تحرق لكم. راها وصفه ناجحه 100% وزوينه واقتصاديه، وكتعجب وليداتكم. علاش لا؟ ان شاء الله ديروا وليداتكم الكوتي ولا الفطور، كتجي رائعه. المهم كتخلوهم بهذه الطريقه هذه كيطيبوا. هنا من بعد ما تقريبا طابوا غادي نقلبهم كما غيبان لكم. ما كيجوش محروقين، كيجوا محمرين كما غيبان لكم بهذه الطريقه. صافي انا نستمر بهذه الطريقه نقلبهم، واللي بانت لكم مازال ما طابتش كترجعوها لبلاصتها. ومن الاحسن نردوا البال شويه ليديكم، كيكونوا سخانين، ديك السميده كتلصق في اليدين. واللي عاوتاني بحال هكا اللي عندها الوقت فاش تبغي تقلب هاد الحرشات، تاخد شي زيف وتمسح ديك المقلات ديالها وتعاود تحطهم باش يطيبوا على خاطرهم. انت البنات هكا تيكون احسن وافضل. انا ما عنديش الوقت صراحه، زربانه داكشي علاش خليت داكشي هكاك. هذه هي النتيجه النهائيه ديالهم. كما كيبان لكم كيجيو رائعين البنات، وكيجيو بنان 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 بنان. انا نخلي لكم لا فيديو تفرجوا فيه، ما تنسونيش من الاشتراكات ديالكم ومن كومونتيرات ديالكم زوينين ومن البارطاج ديالكم. ونقول لكم شكرا لكم بزاف على المشاهده. شكرا لاي وحده انضمت للقناه ديالي الصغيره. شكرا على الثقه ديالك وعلى الكومونتيرات تاعكم الزوينين. نخليكم حتى شي وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.